السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام نيوزيلندا التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، والذي أقيمت المباراة على أرضية استاد مصر في العاصمة الإدارية بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر المدرجة ضمن سلسلة فيفا الدولية. وسقط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 25 ليقرر حسام حسن المدير الفني استبداله والدفع بحمدي فتحي. وغادر إمام عاشور الملعب في نوبة بكاء شديدة من قوة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف. وتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس. وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء حصل عليها إمام عاشور بعد الالتحام القوي الذي تعرض له وأدى إلى إصابته. تابعونا لمعرفة حالة إمام عاشور، وهل هيلحق المباراة سيمبا مع النادي الأهلي ولا مش هيلحق؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من التقرير الطبي اللي هنحاول إن احنا نوصل له بعد هذا الفيديو.